أمرائي وأميراتي شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم هيجي قعدت من النوم الساعة بال7:30 تقريبا، هيجي مشتاق الأيتوني والألينة. فايش سويت؟ قمت غسلت ومشطت وصليت وجهزت روحي وراح أسافر لهم. بس راح أجيبهم وياي أو لا ما أدري، بس صار 10 أيام ما متشافين واكيد اشتاقت لهم، فعلى الاقل اروح اشوفهم وارجع. بس بكل الاحوال انه صار لهم 10 ايام والينا تقول ايتوني هواي شغلات تتعلم، فخلي نروح واكيد راح اعرفكم على اهل الينا وناخذ جوله هناك بالمكان اللي هم عايشين بيه وخلينا نشوف رده فعلهم. المهم انا مستعد اذا راح اجيبهم. غسلت هاي التفاصيل كلها، عدلت ترتبت كل شيء، حتى الملابس وهاي الشغلات كلها صفرتها. فيا نادرة شوفت ايتوني جهزتها كل شيء نظيف، غرفتي معدله ومصفطه، هنا همنا كل شيء نظفت وعدلت، والمطبخ نفس الشيء. مقدما انا اضمن لكم انه راح تستمتعون كلش بهذا الفلوج، بس اريد منكم شنو؟ لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على مود ابلش اصور لكم فلوجات هوايه. ليتس جو. يا الله جاهزه؟ يلا هاي همنا جاهزه، خلينا ننطلق. هنا اكو حفريات فسادين الطريق، يعني مسوينا سايد واحد. هذا الخط شوفوا هذا الاحمر، مرة من المرات كنت جاي يمكن من موسكو، اشتريت اذا تذكرون السيارة العالية البي ام الاكس 3، فجيت هذا طبعا الخط الاحمر ما يصير تعبره، الخط الابيض عادي ممكن، بس الخط الاحمر ممنوع، تدفع غرامة تقريبا 5000 روبل يعني تقريبا $50، واحتمال يحجزون يعني السيارة ويسحبون منك اجازة السوق، فهو يكون شغلات. المهم عبرت اني اجتازيت سيارة يعني عبرت هذا الخط، فمباشرة صاروا الشرطة قدامي، راسا قالوا بيو يعني تقريبا مسافة 10 مترات او هيك. المهم شافوني هم، وقفوني تعال اجازة السوق الاوراق المدري شنو، هم اكثر شيء يدورون هيك يعني فلوس يردون. اول عذر بوم والله اعذرني والله ما شفت الله شاهد مدري شنو، ما تعبر عليهم. ندخل لهم بالدرب الثاني اللي كل شكو شخص عربي موجود بروسيا يستخدم هذا، الله شاهد اني طالب وستودنت وحالتنا تعبانه ومريض وامه مريضه ورايح اجيب لها علاج وانا مستعجل، لذلك عبرت هذا الخط. راح اقول لك همنا ما تمشي علينا. فبعدها تضطر انه تستخدم الحل الثالث والاخير اللي هو تقول له دبر شاي بدرقوم اللي هو يعني خلونا نحلها سلميه بيناتنا بطريقه ثانيه. راح راسا هو شو يقول لك شلون يعني نحلها بطريقه ثانيه، قل له بس شوف انه مكان ما بيه كاميرات، تعال خلينا نقعد. هسه يقول لك يلا تعال هنا انا ورا السياره، او تعال هناك بسيارتهم تروح او بمكان ثاني. راسا يقول لك يلا تقعدون تحلوها تشوفون تبدا المزايده. فقطوني تقريبا ب5000 روبل وانحلت السالفه، وهي اكثر من مره تصير يعني. اما اذا شافوا سيارتك بسيطه مثلا كيه مدري شنو ذني شغلات، يعني السيارات القديمه خوبذالات يمشون على حالك هم يعطوك فلوس. دخلنا هنا استونا ما صار لها ثواني بدت تمطر. راح يروح المطر لو راح يزيد، هو اوقف يعني مسافه قد اقل من 100 متر صار مطر وبدا يروح. بس اوه الله اعطاني هاي، ما شلون عرف انا مسلم ما ادري، بس اكيد هناك يعطيهم صورة عيسى ابن مريم او شيء. بس كلش حبيت، كلش حلو يعني من صدق حبيت. موجود عندي يعني كل شيء. هذاك هو طبعا ازدحامات، وهناك الاشاره حمراء يمكن، وهنا حفريات، جو محترق. هذا المحل جيت دار اخذ موطه شوي نبرد. اوبا يا اهلين وسهلين، يلا ليتس جو. شوف وصلت اماكن بيها مطار، اماكن بيها شمس، غابات. قبل شوي قدامي طلع ثعلب، ما ادري وين رايح اني، ايش دا يصير ما ادري. حاليا انا وصلت للمكان اللي عايشه بيه ام الينا وجد الينا وببيت الينا اهل امها يعني. بس الينا حاليا
يم بيت جدها اللي هم اهل ابوها، فباقي لي تقريبا 85 كيلو حتى اوصل لها. فشوف الطريق شلونه، هاي بالقرية. راح كان اكو 2 طرق موجودات، يعني لما كتبت العنوان على الخريطة طلع لي طريقين انه تقدر تروح لهذا المكان من خلاله، فاني خمنت هيك عليك يلا بدون ما استشير ولا اسأل، وجيت على اسوأ طريق ممكن يوصل الى هاي المنطقة. المهم بعدني مستمر وما بقى شيء ان شاء الله اوصل. جيت هنا دافعوا البنزين، بس شوف السيارة صاير بيها، شوفوا. لقيت مكان دا يسوون، طبعا شوفوا المنظر اول شيء يخبل. لقيت مكان دا يسوون بيه حفريات ودا يبنون، يعني دا يبلطون الشارع، فخالين هذا الجص مال بناء، فما مبين يعني بلون الشارع. انا عبالي يعني شارع عادي وصابينه، فطبيت بنصه وكان السياره تغرق، عبالك احترقت الله شاهد. وخرت من يمعات، بس السياره انغمرت غمر انطمت. ام الينا خابرتني قالت تعال احنا ببيت خالة الينا، مر علينا اخذنا وياك خلي نروح نجيب الينا سوا. فهم قريبين علي، يبعدون عني تقريبا 6 دقائق او 7 دقائق، يعني قربت اوصل لهم. اوكي شوفوا. ف رايح اخذ ام الينا، ويمكن اخذ الينا الصغيره ونروح نجيب الينا. الينا تبعد عنا هنا تقريبا 30-20 دقيقه. وصلت بيت خالة الينا. يا الله، لحظه خلي السويتش بجيبي. يلا خليني اصور لكم. عندهم كلب. اوبا، هذا زوج ام الينا. حلو 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 حلو. شلونك؟ بريفيتك. اخذ هاي من يمه. شاس دوي. راح اخذ. كذا داش. Куда что ли? Нет, ты сейчас в огород, если... Так. Достав. Дах. Она сказала подальше кидай. Поехала. Там что? Клубника что ли? Там картошка посаженная. طبعا وصلت قالوا نتشاوف هناك اللي هو بيت ام الينا. قالوا روح اخذ تكرمون الحذاء مال ايتوني ومال الينا باقيات هنا، فيعني مصلحه خبروني على مود اخذ الحذاء واوديها لالينا، لان ايتوني باقي بدون تكرمون الحذاء. فهسه راح اروح لالينا، اخذتهن ورايح لالينا. يلا هناك نشوف، راح اخذهم بعدين نروح وين؟ بيت اهل الينا، يعني ام الينا وشنو بعد؟ واصور لكم الباقي. شنو هنا نظام؟ اخذ من عندي السويش مال السياره وضمناه. شنو؟ А он сначала прям это как-то не очень плакать. اشتاق للسياره. Что? Тап-тап? Хочешь кататься? Да. تعالوا شوفوا هنا شنو عندهم بيت جد الينا اهل ابوها. تاني شوف давай يلا تعال هاي هنا ابو الينا مرتين. ايتوني اوقف. شنو منو؟ وتي زين. هاي منو؟ مامي. وين مامي؟ زين هذا منو؟ ديدا. دا. وهاي صورتي انا والينا. Уйтуни. بعد ايتوني ما مبين. Будем целовать? Пусть не будем. هاي جد الينا اللي هو زوج ببيت الينا وهي ببيتها. Ну, а деда? حاليا احنا نعيش بعصر التكنولوجيا، يعني تشوفون سيارة تتحكم بها عن بعد، وتقدر تكتب برامج نصية من خلال شبكات، وحتى فلوسك تقدر تتحكم بها عن بعد عن طريق التليفون او عن طريق منصات، وتديرها وتحولها بنقرة زر. وبالحديث عن هذا الموضوع، ترى عالم الاموال دا يتطور بشكل مو طبيعي، ويوم عن يوم بتطور دائم.
واذا تعاملت ويا هذا الموضوع ويا فلوسك بحكمه، انا اضمن لك انه راح فلوسك تشتغل على مودك للمستقبل. اليوم جايب لكم منصه بوكيت بروكر، هي افضل منصه للتجار الصغار واللي دا يحاولون يطورون من دخلهم الاضافي، وحتى اللي حابين يتعلمون التداول. الموضوع جدا سهل لان المنصه موفرت لكم التسجيل بحساب تجريبي، يعني تقدرون تتعلمون التداول اولا حتى اذا ما كنتوا تعرفون، وبعدها تقدرون تسوون تداول حقيقي يعني بفلوس حقيقيه. وبعد موجود على المنصة دروس تعليمية ودعم طول أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة. أكثر شيء عجبني بالمنصة اللي هو موجودين أشخاص محترفين ومتداولين متطورين بهذا المجال، وكذلك تقدر تشوف صفقاتهم وتقدر تنسخ الصفقة مالتهم وتخلي عليها بس الفلوس اللي تريد تتداول بيها، ومبروك عليك تربح. فلا تخافون من اكتشاف منصة بوكيت بروكر وعالم التداول، جربوا ما خسرانين شيء. خليكم رابط المنصة بالوصف وبأول تعليق، وكذلك الكود مالتي تقدرون تستخدمونه وراح ينطيكم 60% على أول إيداع. Спасибо, что приехали. Ай, ты не смотри. А сейчас я доски. Он уже... Эй, Тони! Не доски. Эй, Тони! На бок. Нет, Бойся, целоваться, больше. Будем? Больше. Ося! Ну понятно. Нет, целоваться надо. Целоваться Бося. Давай. Бося. Ну давай, поцелуй! Давай, Бося. Я его оставлю. Давай, деда еще целуй. А дед еще جينا البيت ابوها، راح نشوف وين راح نروح. هاي ناس يا اختي لينا، اكيد شايفيها بس كبرت. ها لينا؟ Ну, يقولوا كبرت. лишь кубрат. يعني побольше стало. Я снимал, когда она была маленькая еще. يعني كابل سنة. ايتون هنا جاي يشوف السمكة اللي موجودة بشقة ابوها. لا ولك لا تمد ايدك ياكل لحم هذا. لا هاك تصور، يلا هاك صور. ما وديت، يلا شو مريب. والينا انطانا تختات صنع يدوي، هو مسويهن بيده يمكن. شوفوا بابي. توني جوا بس الباب ما اقدر افتحه، لازم بصمه. В магнитоле Кадиллак, дамы деловые на делах. Взяли разгон, взяли размах, но я видел как толп. همجه. طبعا بلش هو الشواء شنو، بلش نسوي مشاوي على الطريقة الريفية. شنو على الطريقة الريفية؟ أول شيء هنا التجهيزات، شوفوا تجهيزات الصيف دا يخلون. خل أصور لكم وبعدين أسولف لكم. هاي عندهم هنا بانيو، تعالوا شوفوا. بابا بدا دافي صار. حار. مشغلين هاي الحطب والفحم مدري شنو. بعد شوي نجي هنا نبلبط بيه. شوفوا هاي عندهم هاي السمك يجففونه وياكلونه، طبعا بيفد ريحه خايسه بس هم يحبونه كلش. تعالوا شوفوا هذا هو. هاي شوفوها مجففيها يابسه. انا كلش ما احبها بس هم كلش الروس يحبونها هنا. تعال شوف هناك دا يجهز المنقله. Они там набрали много чего. Только они. حتى نسوي مشاوي. التجهيزات الانفلاقيه هنا، الاجنحه، وهنا كذلك اجنحه، وبعدك شغلات راح تصير هنا. صراحه ما اعرف شنو اللي هي. هالون شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك مولاتي. قوم تخليهم بالزاويه يوقفون. عاقبتهم. ها يلا ترى وقفك توهم دواي استويتوا. يلا يقول عفوين. وحضنهن. شوف طلعها. يا شوف شلون يحضن بيهن. طلعها من العقوبة. هاي المكروهة مالتهم.
الجد الحبيب مال بريتك. احرق على اخو الينا لان ضارب السياره هاي كانت مال جد الينا وطاها لاخو الينا. ليش؟ вообще забери у него. Зачем? А? Он не умеет ездить. То. Нормально. تلاخذ السياره من يمه. حطيت السياره مالتك حبيبتك وخربها عليك، والله كان من جده يموت على هاي السياره ومحافظ عليها، بعدين طاح اياه وراح اشترى سياره جديده. شوفوا هوبا. يا اخوالينا كان طالع على طريق عام رايح لغير مدينه، وكان طريق هذا الاسفلت اللي هو التبليط، وصدفه صار قدامه هذا الشارع الترابي واكو بيه حفره هيك فرسا مكسوره الدعاميه، فما عبالكم بس بالعراق اكو طسات، حتى بروسيا اكو طسات. فرحت لقيتوني بيه انه ماخذ راحته هنا، جهال موجودين، العاب موجوده. ها شنو؟ شنو؟ موت انا. كلهم يلعبون وما عندهم هيك شيء، دمر الجاهل يتوسخ ياكل تراب ما ادري شنو، شو يريد يسوي خليه يسوي عادي. طبعا بلشوا بالشوي واحنا ما ادري كنا بالسياره نصور انا والينا. اوب 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 مفتاح اعطيني مفتاح. مع السلامة. الله يعيش. اوب 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 اوب. كمل. خلينا اخذت السياره وراح توصل اختها. ايدي يا زكروايو. هذا اخو علينا اجى الغثيث. يا مرحبا إلوشكا. بريفيتك. ما تعرف تفتح الجامعة تفتح الباب. ladna باكا. اعتقد هذا الفلوج صار كلش طويل، فخلاص راح انهيه هنا واكمل لكم بفلوج ثاني. هاي اللحظة وصلنا لنهاية هذا الفلوج. وشنو؟ لا تنسون اللايك سبسكرايب وتفعيل الجرس. ما ادري يلا العب. حطيت السيارة روحي. حطيت السيارة حتى تروح توصل اختها.